ضربها هالمرة مع أبو عبير وعزيز ودمروا الدنيا ضد فواز في الجولة الثانية من دوري الملوك. بدأت المباراة بهدف مبكر جدا من فريق فواز، وبنفس الطريقة تقريبا فواز بسجل الهدف الثاني، واحتفال هستيري من فواز وفريقه حتى توبز جاي هاير ليبدأ الرد بشكل جميل من ضربها وتقليص الفارق. بعدها على طول بيعدل النتيجة، وقبل نهاية الشوط الأول الهدف بهدفين وبسجل ضربها وصارت 4-2، وأكيد خلطهم، ومن مرتدة وكمان مرة الهدف بهدفين وبسجل فريق ضربها وصارت 6-2. مع بداية الشوط الثاني بكمل الضرب وصارت 7-2. التسجيل ما بوقف وبسجل فريق ضربها الثامن وصارت 8-2، وأتمنى البرشلوني يتخطى. هذا غير احتفال عزيز والتاسع وراهم على طول. فواز بيختار ضربة جزاء الرئيس وبسددها عنه فهد الأنصاري وبضيعها، وحتى الحارس بخلط. الدور على أبو الجوهرة، متخصص ومتدرب عليها كثير والكل واثق إنه بسجلها، ضيعها. فريق فواز بسجل الثالث وصارت 9-3. ما بيكتفي وبسجل الهدف الرابع، وأخيرا بيجي الحسم والهدف العاشر لضربها لينهي عليه المباراة. وضربها بنتصر في مباراته الثانية وبنتيجة عريضة، وبعزز صدارته للمجموعة وبكمل هياطه على الفريق الكويتي.